ويلكم تو ماي channel. ده الفيديو اللي انا مستنياه، هيكون ريفيو عن بايوديرما فوتوديرم كريم SPF 50 كريم الحماية من الشمس من البايوديرما. انا في الاول كده بالترتيب هقول لكم تجربتي معاه وهل بيحمي من الشمس ولا لا، وبعدين هقول لكم بقى للي عايز يعرف بقى بالتفصيل المكونات والخصائص وكل حاجة، وهقرا لكم اللي مكتوب عليه. لايك طبعا وسبسكرايب ودوسوا على علامة الجرس علشان الفيديوهات الجديدة توصل لكم. بدغري كده هو بيحمي من الشمس لو استخدمتيه بواحدة من الطريقتين دول، يا اما تستخدميه بسخاء على الوش، يعني تحطي طبقة سميكة على الوش تليطي وشك بمعنى اصح، يعني ما تستنيش لما البشره تشربه، لا انت حطيه كده وافرديه، يا دوب افرديه واستني مثلا 10 دقايق ربع ساعه كده لغايه لما الوش يتشرب كل الكميه اللي انت حطيتيها، او تحطي الكميه وتفضلي تدمجي لحد ما البشره تتشربه وتنزلي في الشمس وتلبسي الكمامه، ودي الطريقه اللي انا بفضلها. خليني اوريكي الطريقه الاولانيه اللي هي ازاي بسخاء. خليني بس اوريكم التب بتاعته. بصوا هي كده عامله كده، ليها بوز كده شويه، الكريم بينزل كده، هو دهني شويه، معلش انا مخلصاه على اخره، خدتوا بالكم؟ هي الابليكيتور بتاعته حلوه. هو انتي لازم تليطي، عارفه يعني ايه تليطي؟ تليطي الكريم علشان يديك الحمايه، ما تستنيش لما اهو بس كده تسيبيه، شايفين الحته المجيره دي؟ تسيبوها لغايه لما البشره تمتصها وبعدين تنزلوا الشارع، فاهمين؟ فلازم تليطي الاول وشك بالطريقه دي، بالحرف الواحد تليطيه وتستني كده مثلا 10 دقايق ولا حاجه وشك يمتصه وبعدين تنزلي. فهي دي الطريقتين اللي انا بفضلهم في الاستخدام، انت نقي اللي تعجبك. بس put in mind ان درجة الحماية 50%، ف50% دي هتحمي من الأشعة بس مش هتحميكي من التجاعيد على المدى الطويل، وهي دي الميزة اللي بتميز ال SPF 100 عن ال SPF 50. سيبك بقى من حوار ان ال SPF 100 يبقى فيه مواد كيميائية، وان ال 50 بلس ده النسبة الصحية، وانها ما بتفرقش عن 100% غير 1% في التأثير. لا، الكلام ده كله مش حقيقي. ال SPF 100 احسن وبيحمي التجاعيد على المدى الطويل، لكن ال SPF 50 لا، ما بيعملش كده. فاللي هو اصلا انك تتغلبي على التجاعيد او تأخريها هو اصلا الهدف الخفي والاساسي لكل جرينا، وان احنا نشتري منتجات تجميلية، كل ده بس علشان نأخر ظهور التجاعيد. فانت تديني منتج بدفع فيه مبلغ وهو مش رخيص. البايوديرما ده اللي انا بوريهولكوا ده سعره 1370 تقريبا، فمش رخيص، انا بدفع مبلغ وتديني منتج يعني لازم احط منه كتير عشان يحميني من الشمس، وكمان ما بيحميش من التجاعيد على المدى الطويل. فبصراحة انا حاسة ان انا كده يعني اتلعب بيا جامد. فالسان بلوك ال SPF 100 هو احسن سان بلوك، وبايوديرما هو يعني تخيلوا انه بايوديرما هو احسن سان بلوك على مستوى العالم، وبقينا نلاقي ال SPF 100 ده بصعوبة، ما بنلاقيهوش اصلا، يعني انت لو تدوري ما تلاقيهوش غير نادرا يعني. لكني هفضل اقول واصمم ان ال SPF 100 احسن من ال SPF 50 مليون مرة. خليني بقى اوريكم العلبة بتاعته هو بيجي ازاي. هو اهو بيجي كده بالشكل ده، هقرب شوية الكاميرا. ادي العلبة بتاعته، هو 40 ملي زي اي سان بلوك، ان التكتشر هايدريتنج وده حقيقي، ومويسترايزن السكين وده برضو حقيقي، الاتنين صح. العلبة بصراحة هتقعد معاكي كتير، يعني هتقعد معاكي اكتر من شهر، ممكن تقعد معاكي شهر ونص، شهرين، لو انت يعني تستخدميه حتى بكثافة، لا هيقعد معاكي شهر ونص اقل حاجة. هو مناسب للبشرة الحساسة وده حقيقي. كمان المنتج دوت فيه بس حاجة كده تعباني منه، ان انت لما بتروحي البيت وبتغسلي وشك عينيكي بتحرقك جدا،
الصن بلوك ده بيحرق العين. طبعا انت بتحطيه على حوالين منطقة العين عادي، الصن بلوك بنحطه عادي حوالين المنطقة، بس بيحرق جدا 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 حتى لو ما دخلتهوش جوه عينيك اقصد، وبيفضل نص ساعه الحرقان. انا قلت لكم ان هو بيعرق، فلما باجي امسح العرق بمنديل ابيض ولا حاجه بحس ان في المنديل صفار. انا مش عارفه الصفار ده ايه، هوريه لكم، انا مصوره على كل حاجه. في صفار اهو، شايفين؟ مش عارفه ليه. حتى العلبة نفسها مع الوقت ابتدت تقلب على اللون الأصفر، مش عارفة برضو ليه. ده بيقولوا عليه البديل بتاع، مش البديل، هو النسخة الجديدة من البيوديرما الأورنج الأصلي اللي هو البلس 15، بس أنا ما حبيتوش بصراحة، التاني أحسن. الشكل القديم الكلاسيك لو تفتكروه كانت الابليكيتور بتاعته بتنزل كتير، ما بتعرفوش تتحكموا فيها، فده ميزته بس الوحيدة يمكن عن التاني هو ده، بس ان التب بتتحكمي في الكمية اللي نازلة، بس مفيش اكتر من كده. خليني بقى اقرا لكم البروبرتيز بتاعته والانستراكشنز بتاعت اليوز. اهو زي ما انتم شايفين كده مكتوب moisturizing and comfortable texture. هو فعلا بيعمل ترطيب، بس comfortable texture دي مش قوي، هو شوية بيبقى ستيكي في الاول، بس بعد كده بيبقى عادي، اول ما بتحطيه بيقعد شويه ستيكي. كلرليس اون ابلكيشن، انت فعلا بتحطيه على وشك ما بتحسيش بلون، بس زي ما قلت لكم لما بتعرقي وتبتدي تمسحي وش العرق من وشك بالمنديل بتلاقي لون اصفر. انا مش عارفه ده تفسيره ايه، لو حد يعرف يا ريت يقول لي. دراي فينش بعد فتره اكسلنت ميك اب بيز، ودي حاجة الحقيقة، ودي دايما انا بقولها في فيديوهاتي، دايما ما تستخدميش برايمر، خليكي في السان بايوديرما، بيبقى excellent makeup base. very good cutaneous and ocular tolerance under normal conditions of use. ما بيأذيش الجلد بيتقبله، ما بيحصلش اي تغيرات مرئية على الجلد لما بتستخدميه. الاستخدامات العادية لما بيبقى الجلد حالته كويسة. instruction for use، انت بتستخدميه ازاي؟ apply evenly and generously، استخدميه يعني بانتظام وسخاء يوميا على الفيس والرقبة، على الوش والرقبة قبل التعرض للشمس، وان كمية قليلة معناها حماية اقل، وعيدي وضعه قبل مع التعرق الشديد او السباكة، او لو نشفتي وشك بتاول او حاجة، وتجنبي ملامسته للفابريكس الأقمشة، مش عارفة ليه، وهو للبالغين، وابلاي تو هيلثي سكين، لطبقيه على الجلد اللي ما فيهوش جروح مثلا، ما فيهوش ليزر، فاهمين؟ وهو بيستخدم للبالغين. وهو بيحذر ان التعرض الاوفر او الكتير للشمس هيدمر صحة الجلد، حتى مع استخدام السان بروتكشن، حتى مع استخدام الحماية من الشمس الكريم. هل انا هجيبه تاني؟ هل يستاهل ان ادفع المبلغ ده فيه تاني؟ انا بصراحة مش هجيبه تاني بصراحة، لانه هو كويس، لكن انا افضل الاس بي اف 100 لانه بيدي حماية من التجاعيد وحماية اعلى كمان من الشمس. حتى كمان الاس بي اف 100 بيحمي من اضرار التعرض للعوامل البيئية زي النمش، يعني لا حلو. هي دي المكونات بتاعته، والشركة المحترمة بتحط المكونات. انا هقرب لكم الصورة شوية اهو علشان تقروها براحتكم، وانا برضو مش هقدر افسر قوي اللي مكتوب فيها، فقروها بقى براحتكم. وبس كده، ده كان ريفيو النهاردة، يا رب يكون عجبكم ووفيت كل الجوانب. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة بإذن الله.